السلام عليكم. كنت مفكر إنه الدولة رح تتراجع عن فاتورة الكهرباء اللي فرضوها على الناس، لا أتفاجأ إنه هلا لا صار في عملية فك عدادات. طبعا أنا بالحياد يعني رح عسى صوتي يوصل للدولة. آه، سيادة الرئيس أحمد الشرع قال إنه لما بتشوف الناس عم تعترض، هذا الشيء بينبه السلطة إنه هي مقصرة بالتبرير للناس وإيجاد الحلول لها، والسلطة اللي ما بتبرر للناس بتكون سلطة أحادية وبتصطدم مع الناس. بناء على هالتوجيه الطيب من سيادة الرئيس صرنا نشوف اليوم الوزراء عم تطلع بمقابلات وتحكي كل شيء عندها وتوضح للناس. والأستاذ محمد بشير الله يجزيه الخير طلع وطرح مشكلة الدولة بالتفصيل وأوجد الحلول لها. لكن يا أستاذ بالمقابلة أنا ما شفتك أبدا طرحت مشكلة الناس. مفهوم انه لا يمكن لاي دوله بالعالم مهما كانت متقدمه اذا شعبها بده يستخدم الكهرباء بالتدفئه والمكيفات واجهزه البيت انه تقدر تامن لهم كهرباء، بالعكس رح يصير انقطاع. ومفهوم كمان انه لا يمكن النهوض باقتصاد البلد وتحسين رواتب ودخل الناس الا اذا في كهرباء. شلون بدها تشتغل المصانع وشلون المستثمر بده يدخل؟ ومفهوم كمان انه الدوله وقعت عقود مع المستثمرين، واكيد المستثمر ما راح يدخل يتصدق على الناس، والدولة ما بقى فينا تتراجع. بناء على هالمشاكل الكبرى ارتفعت فاتورة الكهرباء. لكن نرجع، هذا حل مشكلة الدولة، عنا نحن مشكلة الناس. لما سألت يا أستاذ محمد بالمقابلة تبعيتك قالوا لك إنه البراد والغسالة القديمين عند الناس ما لهم انفرتر، شو يعملوا؟ شو الحل؟ أنت رحت جاوبت إنه على الإضاءة، رحت إنه في ناس عندها إضاءة بالبيت عم تشغل إضاءة عم تستخدم 12 كيلو. أستاذ محمد أصحاب الدخل المحدود عندهم انيونة بالبيت أو سبوتات يا دوب 100 واط يعني. فالمشكلة الحقيقية مو بالإضاءة، المشكلة الحقيقية هي بالبراد والغسالة. أنا لما سألت شركات البرادات وجبت افو قست البراد، شفت انه البراد بالشهر بياخد تقريبا 135 كيلو. يعني انا عندي البراد والغسالة بالدورة 300 كيلو اخذوا شريحة المدعوم. انا 180 الف ليرة حتميا هاي فقط براد وغسالة. بيجينا بعدين الانارة، المروحة، الشاشة، شغلات تانية، هدول بالغير مدعوم بال 1400 بتجيني تقريبا فاتورة تانية 300 ألف. يعني أنا بالاقتصاد الشديد عندي فاتورة كهرباء بالشهر بحدود ال 500 ألف 600 ألف. فأنت قلتوا إنه درستوا إنه قدمتوا هي اللي 300 كيلو وفق دراسة. طب ممكن مثلا حدا من الحكومة يطلع يبين هالدراسة؟ وكتير بالمقابلة تبعيتك صرت تقيس على الشمال السوري، حتى سألت أحد الناس من الحضور من الشمال السوري. وبتعرف أنت أستاذ محمد إنه الشمال السوري كل أجهزتهم انفرتر. لعله هن مثلا فرض عليهم واقع حرب وشده، اضطروا مثلا الواحد مرات خلص اخي انا بدي اقطع البراد وبلا براد وبلا، وقاوموا كثير حتى يعني وصلوا لهالمرحله. بس نحن اليوم على اساس انتهت الحرب ما فيني اجي للناس اقول له لا فصيل برادك وفصيل غسالتك واقتصد على حالك. نحن لازم نكون على اساس انتهينا من حرب والان مستعدين للانفتاح. غير هيك البراد هو مهم جدا بالاقتصاد المنزلي للطعام، يعني ما فينا نستغني عنه. واقل براد انفرتر اليوم اذا الناس بدها تبدله حقه 6 مليون وطالع. شلون بدهم اصحاب الدخل المحدود اللي راتبه تقريبا مليون من موظفين ومدرسين ومليون وشوي، او في ناس عم تشتغل بقطاعات خاصه برا بسوبر ماركت كذا كمان راتبه بتلاقي بيجي مليون ونص في مليونين، شلون هدول بدك اياهم يشتروا براد انفرتر ولا غساله انفرتر؟ حتى انت قلت انه فاتوره الكهرباء لازم تكون تقريبا 15% من دخل المواطن. طب يا استاذ محمد هو 15% من اي دخل؟ من هذا الدخل اللي ما بيكفيه غير اكله وشربه؟ المليون ليره بدنا ناخذ منها 15%؟ انا بفهم اذا كان دخله 500 دولار ماشي خذوا 15%، بس مو مليون مليون ونص. هاي المشكله الاولى. المشكله الثانيه هي مشكله التدفئه. طبعا الدولة أكثر شيء يعني بيسحب كهرباء هي الدفايات الكهرباء اللي بتيجي 2000 شمعة، أو الانفرتر، مو عفوا انفرتر، المكيفات كمان. إذا الناس رح تجيها فواتير بالملايين على المكيفات والتدفئة. فالدولة بدها تطلب من الناس إنه أنتم لا تستخدموا التدفئة والمكيفات. حلو، طيب أولادنا على شو بده يتدفوا؟ أهالينا الكبار العجائز على شو بدهم يتدفوا؟ قالوا المازوت 75 سنت.
إيه بس إذا المواطن بده يشتري مازوت 150 لتر بالشهر لحتى يكفيه، مثلا هو عيلته هي بالحد الأدنى، يعني بيلاقي حاله عنده دفع تقريبا 1.5 لمليونين مازوت بالشهر. رجعنا نفس النتيجة، شو يشتغل هو يمسك الراتب يحطه بالمازوت؟ فأنتوا طلبتوا من الناس طلب، لكن الطريق أمام الناس سد، ما في حل. لهيك أنا وجهة نظري وما بعرف إذا الدولة قادرة على هالشي، إنه الحل إنه رقم واحد عنا المشكلة الأساسية بما إنه هي تدفئة، فالدولة لازم تقدم بطاقة ذكية للمواد التدفئة. وما بعرف أنا ليش الدولة ناقزة قلبها أو بتدائم موضوع البطاقة الذكية، يعني دولة وضعها لسه منهارة ولسه عم تحاول تنبنى. فالبطاقة الذكية يعني هذا الشيء منهج قرآني فيني نسميه، بسورة يوسف لما كانوا سيدنا يوسف يوزع حصص للناس وفق المجاعة باقتصاد. طيب فالبطاقة الذكية وين المشكلة؟ بيقول لك انه في ناس والله بتبيع المازوت تبعها. طيب هدول الناس اللي مثلا عندهم بديل خشب، مثلا عنده ارض بياخذ منها خشب، او مثلا هو مستعد يضحي بالتدفئة مقابل هالمصاري اللي بده ياخذها، طب هذا حصته نصيبه، يعني يعمل اللي بده اياه. اما في كتير ناس لا، هي بحاجة هالمازوت هذا وبدها تستخدمه بالتدفئة. فأنا وجهة نظري إنه الدولة تقدم 450 لتر بالسنة لكل عائلة، بحيث إنه كل عائلة يطلع لها بالشهر 150 لتر. وذروة الشتاء يعني 3 أشهر تقريبا هي ذروة البرد، ف 450 لتر بكفوهم بالحد الأدنى يعني، وسعر اللتر 1000. يعني هيك تقريبا الدولة عم تساعد كل عائلة بحدود 340 دولار. ما بعرف إذا الدولة قادرة على هذا الشيء أو شو الوضع فيها، بس أنا هون بفهم إذا إجت الدولة قالت له للناس لا تستخدموا كهرباء، أنا أعطيتكم بديل سبيل تقدروا تدفوا فيه أولادكم. الناس حاضر يا دولة، ما بقى بنستخدم نحن تدفئة الكهرباء ونلتجئ للمازوت. هاي المشكلة الأولى. أما المشكلة الثانية فهي بالأجهزة الكهربائية القديمة. لازم الدولة تعيد حساب استهلاك الناس على أجهزتها القديمة. وأنا وجهة نظري لعله ممكن 700 كيلو ممكن مناسب تيجي بالمدعوم. وممكن ما بعرف يعني بتحسب ما بعرف، هيك الرأي يعني ممكن يكون غلط كمان رأيي. ف700 كيلو الناس. وطبعا الواحد بدك يقول الدولة طبعا بدها تقول طب نحن شو هيك ما حلينا مشكلة، نحن صار عندنا مشكلة تانية بالدولة، انه والله عم ندفع مصاري من جيبتنا بالمدعوم للناس، وشو بدنا نساوي؟ شلون بدها تنهض البلد بهالطريقة؟ انا برأيي انه هذا الامر يكون مؤقت، يعني مثلا مدة سنة سنة ونص نعطوهم مهلة للناس ليبدلوا أجهزتهم. وانتم عم قلتوا لهم نحن نقدم لكم هلا مدعوم، عندكم سنة حاولوا تبدلوا فيها، وإضافة إلى ضبط الاحتكار وغلاء الأسعار اللي بدها تصير بالأجهزة الانفرتر هلا إذا الناس صار كلها بدها تحاول تبدل أجهزتها بهالطريقة. يعني صار ممكن المواطن يلاقي حل. وحتى بالتدفئة يعني فيكم كمان تضبطوها شوي، انه مثلا اللي عنده سجل تجاري ملغي منه الدعم تبع المازوت، اللي عنده سجل صناعي، اللي عنده سيارة حديثة مثلا فوق ال 2015 ملغي. هيك بهالطريقة يعني أنا شايف حل، والله أعلم، يعني هذا رأيي. وطبعا أسوأ شيء على الدولة إنه مرات يجي واحد يحكي ويتمنطق وهو مرات غير ملم بكل التفاصيل، لأنه هذا الشيء بيعمل فتنة للناس وما بيقدم حل. إن شاء الله ما أكون منه. والسلام عليكم.